ربنا سبحانه وتعالى وعدنا كلنا بالجنة لو اتبعنا أوامره في الدنيا، وقال لنا إن هنكون في الجنة خلود بلا موت، يعني مش هنموت حياة أبدية في الجنة. فهل إحنا ممكن نزهق من الجنة؟ ما هو مش طبيعي كل يوم نعيم وكل يوم أكل حلو وخروجات وفسح. أيوة طيب وبعدين؟ ما هو أكيد هيجي عليا وقت همل أو هزهق. كلامك ده كله كان هيبقى صح لو اديتني حاجة واحدة بس في الجنة مكررة، لأن النعيم اللي في الجنة متجدد. يعني مثلا مش كل يوم هتاكل نفس الأكل، ده اللقمة اللي أنت هتاكلها اللقمة اللي بعدها هتكون أحلى من الأولى. كل حاجة أنت هتشوفها في الجنة هتكون مختلفة عن اللي قبلها. كل يوم هتصحى تلاقي بيتك بشكل مختلف والألوان بشكل مختلف. أنا مش هقدر أوصف لك الجنة، لأن مهما أنت تخيلتها أو حاولت تفكر فيها هتطلع أحسن من اللي أنت تخيلته مليار مرة. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة حاجة تانية ونعيمها ما بيخلص. ده أنت كمان يا أخي هتكون فاكر كل حاجة أنت عملتها في الدنيا، كل الصلوات والعبادات اللي أنت وأصحابك عملتوها عشان توصلوا للمكان ده. الناس كلها هتكون مبسوطة ومتشوقة تعرف اللي بعد كده، لأن هي الجنة مش هتخلص. ده غير إن أجمل حاجة فيها إن إحنا هنشوف ربنا سبحانه وتعالى. فأنت عايز تقول لي إنك ممكن تزهق لأنك كل يوم بتشوف ربنا؟ أنت هتكون في دار الكرامة. ربنا سبحانه وتعالى عاوز يكرمك. أنت عديت من امتحانات الدنيا والابتلاءات بتاعتها، فمن النهارده دي المكافأة بتاعتك. ففكرة إنك ممكن تزهق أو تمل من الجنة عشان هنعيش فيها حياة أبدية، شيلها من دماغك خالص، لأن عمرها ما هتحصل.